الطبق اللي ملوش كبير، هو ده الطبق اللي ملوش كبير. لما تصحي بقى من النوم كده مش جاي معاكي سكة أي أكل غير الطبق ده. كمل الفيديو معايا الآخر واعملوا متابعة على القناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك. يلا هتعمل متابعة على القناة، وكل يا جماعة اللي بيحب الجبنة القديمة يعمل لي تعليق ويدوس لايك. شوفي بقى، ما تصحي من كده تطلعي حتة جبنة قديمة حلوة كده. عايزة أقول لكم الجبنة طعمها تحفة. تقومي حاطة عليها بقى كده شوية زيت، تقطعي نص طماطماية، الفلفل ده حراق نار على فكرة، هي فيها أصلا شطة حمرا حراقة. الجبنة دي يا جماعة جبنة، يعني جبنة كده من الزرعة كده اللي هي على أبوها دي، عارفين الزرعة اللي على أبوها؟ هي دي الزرعة اللي على أبوها. حطي بقى شوية زيت، معلقة طحينة، بس للأسف أنا ما كانش عندي طحينة، كانت آخر حتة طحينة عندي حطيتها عليها. بس أنا طبعا صاحية الصبح وهي طلبت معايا أفطر كده. هتقولي لي حطيتي إيه جنبه؟ والله ولا أي حاجة ولا أي حاجة. هو عيش تفهم. بجيب البرطمان لقيته فاضي، قعدت شوية كده، طلعت نص معلقة كده حطيتها عليها، قلت حلو. من هي طلعان الصبح بدري كده يجيب لي طحينة، والله ما حد هيعبرني. قمت هرساه بقى كده وعيش، وجبت خيارة وقعدت بقى، قعدت اكل 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 لحد ما حسيت ان انا الاكل كبس على نفسي. والله عايزه اقول لكم ان العيال قعدوا معايا وابوهم قعد معايا، كنا قاعدين كلنا على الطبق ده. الطبق ده يا جماعه ما بيفرقش بين حد، هاتولي كائن حي على وجه الارض ما بيحبش الجبنه الحادقه. شوف الطبق عامل ازاي، يفتح النفس يوم يوم يا جماعه. طبعا بهدلت الدنيا ووقعت زي ما انتم شايفين كده، وعملت حاجات كتير، بس يلا معلش كل هون عشان خاطر الطبق الحلو ده.